خلال القرن السادس عشر ميلادي، وفي الجنوب الشرقي من الجزائر، كان مولد أحد رجالات التاريخ الجزائري، الهادف الفطناسي الزابي. الهادف الفطناسي الزابي، بطل مغمور نسيه التاريخ وظلمه أهله، وطوي ذكره بين طيات الكتب المخفية. كانت الحرب بإعاز من الحفصيين الذين ألبوا عليه قبيلة أولاد سولة، ليكون بعدها سجالا من المعارك انتهى بانتصاره عليهم، ودام حكمه لقبيلة فطناسة أكثر من 15 سنة. ولما بالقاسم الذي سماه على اسم والده، غير أن أفرادا من الحنانشة أوغروا صدر الأمير بسبب الغيرة ليدبر له محاولة اغتيال نجا منها الهادف بأعجوبة، وسطر عندها خطة ناجحة للهروب نحو مدينة الكاف ثم إلى باجة ومنها إلى القيروان، ليستقر بعدها في عاصمة الحفصيين تونس، أين عمل كبيرا للوزراء في الدولة كانت زاهرة بالنجاح وحسن المشورة، غير أنه ما لبث أن غادرها بعد خصام مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة هناك، ليقرر الخروج من تونس متوجها جنوبا، أين تم توليته أميرا على الهمام وبعض العربان هناك، ليؤسس فطناس الثانية. كانت تلك الفترة هي آخر أيام الدولة الحفصية ودخول الأتراك والاستقرار نهائيا في تونس. ترك الهادف الإمارة وتوجه إلى توزر بنصيحة من أحد الشيوخ ليستقر هناك نهائيا، أين باركه في المنطقة هناك الشيخ أحمد الغوث، وأصبح أميرها إلى أن وافته المنية، تاركا إرثا كبيرا هناك واسما لا يمحى من التاريخ.